دلوقتي بقى احنا رايحين لبلد الشوكولاته، مدينه جديده في اوروبا لاول مره اجيها، وهنجرب اول فافل في بلجيكا. على كده بقى فرانكفورت احسن من هنا. ايه اللي جابني هنا يا عم؟ 4 ساعات ونص بالظبط من فرانكفورت لبلد الشوكولاته بلجيكا. اهلا بيكم في بلجيكا في بروسل معايا النهارده. بلجيكا وسويسرا هي اكتر دولتين في العالم مشهورين باعلى براندات في الشوكولاته في الدنيا. وتاني حاجه الفافل فيها حاجه مهمه جدا. الناس كلها هنا في المانيا وانا ماشي قالوا لي لازم انك انت تجرب الشوكولاته من بلجيكا لان ليها طعم مختلف تماما عن بتاعه سويسرا. لما سالت في التفاصيل ودخلت وقريت في النت اكتشفت ان الشوكولاته هنا في بلجيكا بتبقى اخف شويه، مش يعني عارف انت الشوكولاته الدارك السوداء. الكلام ده مشهور في سويسرا اكتر. سويسرا بتحط لبن اكتر وبتحط سكر اكتر في الشوكولاته نفسها، البراندات بتاعتها يعني، لكن بتبقى الشوكولاته نفسها غامقه شويه، بتبقى دارك شوكليت. لكن هنا الموضوع اخف شويه، احسن شويه، والاثنين عندهم اعلى براندات شوكولاته في العالم. اهم حاجه دلوقتي ان انا عايز اجرب الفافل من الاخر، فهشوف محل بتاع فافل واقول لكم رايي فيه ايه. دلوقتي احنا قعدنا اهوت في اول مكان هناكل فيه فافل، وهنجرب اول فافل بلجيكيه، حاجه خزعبليه، احلى فافل في الدنيا يا جماعه. هنجرب اول حته فافلايه هنا من بلجيكا، المفروض ان هي تبقى حاجه يعني طعمها وهمي. نجرب دي كمان. الحلو فيها شوارع المدينة يا جماعة منظمة جدا بصراحة، وعلى فكرة اقتصادها مهم جدا في أوروبا. على فكرة عدد السكان فيها 1,000,000 نسمة، فيها حوالي 19 بلدية، واللغة اللي بيتكلموا بيها حاليا دلوقتي وتحديدا بعد القرن العشرين هي الفرنسية، بس هي تاريخيا كانوا بيتكلموا هولندي يعني. وعلى فكرة شركة فولكس فاجن بتصنع العربيات فيها، يعني المصنع الرئيسي لتصنيع السيارات موجود هنا. الفافل يا جماعة حلوة وعالمية بصراحة، بس اديها يعني من وجهة نظري انا اديها 8 من 10، لان هي خفيفة قوي من جوه ورقيقة كده وكرانشي كده، يعني معرفش مش تقيلة. الفافل نفسه مش تقيل، ما شبعنيش يعني. احنا اكلنا وخلصنا ولسه عايزين ناكل تاني وجعانين. عارف انت الفافل دايما بتقوم قافلالك معدتك، لا دي ما عملتش كده بصراحة. دي كانت رقيقة جدا وخفيفة قوي. معرفش بقى، انا مش برنس قوي في الفافل، بس غالبا ده نوع معين منهم يعني. ده كان خفيف جدا ورقيق كده وضعيف، فما شبعتش منه بصراحة. طيب يا جماعه، واضح ان انا كنت غلطان. انا جبت فافل تاني خالص كرانشي شويه. اللي انا وريته لكم ده فافل اللي هو التقيل بقى، اللي هو اصلا بنعمله في مصر وبنشتريه في كل حته يعني، ده احسن بكتير قوي. لكن الفافل اللي احنا كنا كان كرانشي قوي خفيف، ما عجبنيش 100%، ما شبعنيش. عجب مراتي، ما عجبنيش انا بصراحه. عايز تجرب ده، عايز تجرب ده براحتك، ده يرجع لك. بس انا اديت للكرانشي 8 من 10. ادي للتقيل ده ما جربتوش، بس انا طول عمري بحبه، فده 10 من 10. احنا هنا في قلب بروسل يا جماعه، في قلب المدينه نفسها، في النص، في حاجه اسمها غوت ماركت او حاجه اسمها جراند بليس. المبنى اللي ورايا اللي انتوا شايفينه هو المركز الرئيسي نفسه بتاع الحكومه هنا في بروسل. اللي ورايا ده بقى يا معلم هو قصر الملك الاسباني اللي كان عايش هنا في بروسل زمان، وكان البرنس عايش قدام المكتب الحكومي عشان يعرف الناس بتعمل ايه. ده الفندق اللي احنا نزلنا فيه، كان في وسط البلد فعلا، ومش دعاية يا جماعة ولا حاجة، بس الفندق فعلا كان حلو وانا فعلا ارشحه. بصوا يا جماعه، هنا الدورين بقى. الفندق عجبني بصراحه. الدورين فوق عندك سرير فوق جامد جدا وسرير تحت كبير، يعني من الاخر هو مكان حلو قوي لو انتوا جايين مع بعض صحاب او عيله او اسره او حتى اخوات. مش هينفع يا جماعه نفوت الفيديو ده من غير ما اخدك كده في معلومه بسيطه عن مدينه بروكسل اللي موجوده في بلجيكا. بص يا سيدي، في المدينه دي في حاجه مشهوره قوي عشان تبقى عارف كده، للناس اللي في نفس المجال بتاعي في المحاسبه، تجاره انجليزي، الجو ده لازم تبقى عارف المعلومه دي كويس جدا. عندك مدينه فرانكفورت وعندك مدينه بروكسل في بلجيكا، الاتنين دول هم اكبر مدينتين في اوروبا كلها، عندها كميه بنوك كبيره للشغل لينا احنا. طبعا ده بغض النظر عن سويسرا وبنوك سويسرا، بس اللي انت مش عارفه ان بروسل او بروكسل بالعربي ان هي عندها كميه هيد اوفيسز اللي هي المباني الاساسيه بتاعه التعيين في البنوك. البنك الاساسي نفسه فاتح في بروكسل ديت، في مدينه بروسل
كتير قوي، بنوك كتير قوي، بنوك سويسريه على بنوك المانيه على بنوك فرنسيه. معظم المباني الاساسيه للبنوك موجوده في بروكسل او موجوده في فرانكفورت. وعلى فكره بنوك برضو سويسريه كتير قوي مبناها الاساسي موجود برضو هناك، لان يعني عايز اقول لك انها بتخضع لقوانين الطف شويه. من الاخر بقول لك المعلومه دي ليه؟ علشان انا كاسلام النهارده مثلا انا عايش هو دلوقتي في اوروبا اكتر من قول 4 سنين حلو الكلام. حياتي في اوروبا ملهاش معنى خالص لو انا مش عايش في فرانكفورت او عايش في بروكسل. من الاخر من ناحيه الشغل مش هتلاقي مجالي خالص منتشر لا في ده ولا في ده. انا طول عمري كنت محاسبه وكنت بنوك وشغال حياتي كلها في دبي وفي مصر على هذا الاساس، فبالتالي حياتي هنا مش سهل الاقي شغل بمعنى اصح لو انا مش عايش في فرانكفورت او مش عايش في بروكسل. طبعا في مرحله ثالثه من الكلام ده واللي هي سويسرا، موجود هناك وبنوك وكل حاجه، وحياتي هناك ممكن تبقى برضو يعني ليها معنى، بس الاقوى هما الاثنين دول. فلو انت زي حالاتي بقى لسه في تجاره انجليش، لسه بتبني مستقبلك في الموضوع ده، لسه مش عارف اروح فين، انا عايز اسافر المانيا، عايز اسافر اوروبا، بس مش عارف هلاقي شغل فين يا اسلام، شغل المحاسبه الاقيه فين في اوروبا؟ هما اتنين، فرانكفورت وبروكسل في بلجيكا. فكر في الموضوع، ادرسه كويس جدا، هتلاقي ان كلامي صح فعلا. بعد 4 سنين اهو انا عرفت راسي من رجليا فين. وعايز اقول لك حاجه، انا جيت مثلا في المانيا في شهر 5 2019، حلو كلام، قعدت لغايه 10 2020 حرفيا بدور على شغل، لاني كنت بدور في المكان الغلط. من الاخر كنت بدور في حته غلط خالص، كنت بدور في مباني في مدن صغيره، في حاجه تانية زي ميونخ مثلا، في مدن تانية زي برلين. الاماكن دي فيها بنوك، بس نسبه البنوك وانك انت فرصتك انك تلاقي شغل لا تقارن نهائي بفرانكفورت او ببروسل او طبعا بسويسرا. الثلاثه دول وهتلاقي ان شاء الله شغل، وربنا يوفقكم جميعا. كمان الشارع الموازي للشارع ده هو شارع الافارقه. الشارع ده يا جماعه حرفيا عامل زي ما يكون انا في قاره افريقيا، كلهم افارقه، المحلات كلها افارقه، الحلاقين افارقه، من الاخر الشارع كله افريقي. فكل المحلات، البراندات، السوبر ماركتات، كل حاجه دي حاجات افريقيه، هتعجبك قوي، لازم تشوف التجربه دي. هو جنب الشارع ده على طول، جنب شارع شاو دي لكسس. البلد يا جماعه حلوه جدا جدا، بس في مشكله بقى ما عجبتناش خالص من ساعه ما جينا بروسل، ان المحلات بتقفل بدري جدا، بتقفل بدري جدا جدا. احنا عندنا في فرانكفورت المحلات بتقفل حرفيا من الساعه 8، تمام؟ في مول واحد بس عندنا في فرانكفورت بيقعد لغايه الساعه 9 و10 بالليل، يومين او 3 في الاسبوع. هنا المحلات بتقفل في بروسل في بلجيكا من الساعه 6 و7، تخيل. يعني احنا كنا لسه في محل من جوه، مشونا علشان المحل بيقفل الساعه 6 حرفيا، وقالت لي المحلات كلها هتقفل في حدود 6 ونص 7 اخرك. فده يعتبر بدري جدا، ده حاجه وحشه قوي. يعني على كده بقى فرانكفورت اللي انا اصلا متضايق منها احسن من هنا. هو ده يا جماعه كان يومنا في بروسل في بلجيكا. دلوقتي احنا قاعدين في مطعم ايطالي، قفلناها بايطالي في الاخر، فهنخلص الاكل ان شاء الله ونروح ونصحى تاني يوم نرجع على فرانكفورت. اشوفكم بقى هناك في فرانكفورت في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.